الأهلي والملعب التونسي. النهارده الأهلي لعب أول ماتش ودي بعد المعسكر اللي هو عامله في تونس. أول ماتش ودي كان بيلعب النهارده الملعب التونسي. ماتش يعني كل الفرق لعبت فيه يعتبر. طبعا المدير الفني بيجرب وبيشوف اللعيبة. الماتش خلص 4-1. محمد شريف جاب جونين، وبن شرقي جاب جون، ومحمد عبد الله جاب جون. بالنسبة لي أنا شايف الماتش ده كويس، في شوية تريكات المفروض نلعب عليها. اول تركه فيهم ان ما ينفعش زيزو يلعب خط نص او يلعب في قلب الملعب. يا جماعه زيزو 90% من قوته الضاربه، 90% من امكانياته هتبلغ على الطرف. زيزو كان نجم الزمالك الاول ليه؟ كان بيلعب في مكانه، بيلعب على الطرف. زيزو ما كانش نص ملعب. زيزو بيحب ياخد الكوره ويزق ويجري، ما ينفعش تلعب لي زيزو تحت اي يعني تحت اي وينج. يعني ما ينفعش تلعبوا لي تحت مثلا تريزيجيه، ما هو كده يبقى في نص ملعب هيسند مش هتلاقيه يعني لو زيزو بينزل الملعب بيديك 80%، انت كده بتاخد منه 40% 30% من اللعب، من امكانياته عموما. فيعني اول حاجه لازم نعملها ان زيزو المفروض يلعب على الطرف مكان طاهر النهارده كان لعيب عالمي حلو كويس ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اللياقه بتاعته لسه يعني ما وقعتش، اللعيب ما وقعش. فتره الراحه اللي هو كان مريحها الفتره اللي فاتت دي اعتقد ان هي استفاد منها كتير. طبعا حسين الشحات خارج القصه خالص، محمد عبد القادر خارج القصه خالص. النهارده اللي كانوا مميزين طاهر كان مميز، بن شرقي. شرقي لعيب كويس برضو بدأ يرجع للفتنس، خس، عمل فورمه، بدأ يجري يروح ويجي. محمد شريف طبعا يا جماعه، محمد شريف رايق في ايه؟ هو بيعرف يقف صح، بيتوقع صح، وبالسهل الممتنع. او انا هتحرك هنا، الكرة هتجيلي هنا، احطها كده خلاص شكرا. محمد شريف برضه لعيب يعني مش غريب علينا. محمد شريف لو هو في الفورمه هيبقى اتقل من اتقل مهاجم في مصر. جراديشار لسه حتى الان بحس ان هو يعني الكرة بتجيله بحس ان هو بيتكعبل في الكوره، مش فاهم ليه. بس جراديشار امكانياته كويسه، فمحتاج ان هو يهدى شويه على نفسه ويشتغل شويه على نفسه اكتر يعني. طبعا محمود تريزيجيه انا حاسس برضو ان هو بيلعب فردي، بيلعب خماسي، بياخد الكوره عايز يلم الفرقه كلها. لازم يشتغل مع الناس شويه، لازم يكون فعال على الجون شويه. محمد عبد الله لعيب يعني عنده 20 سنه، اللعيب ده يا جماعه هيبقى حاجه تقيله قوي، حاجه تقيله قوي في الاهلي. لعيب مهاري، لعيب بيعرف يحط رجله ازاي في الكوره. لعيب كوره من الاخر، لعيب كوره شوارع من الاخر. الواد ده يا جماعه هيبقى كله تمام. طبعا بيكهام اتصاب، يعني ان شاء الله تكون اصابه خفيفه. كريم فؤاد رجع تاني للمباريات الحمد لله. عندنا اسمه ايه العش، لاعب كويس جدا برضو. شوبير بسم الله ما شاء الله. كانت الفرقه كلها النهارده كويسه يعني. اول ماتش لسه بنسخن. ان شاء الله هنلاعب البنزرتي يوم الجمعه اللي جايه يوم 25. ده هيبقى تاني ماتش في تونس، واحتمال كبير بعد الماتش هنرجع القاهره يوم 26. هنرجع من المعسكر اللي الاهلي عامله حاليا. كان ماتش كويس، اتفرجنا على الاهلي، كان فعلا الفريق وحشنا. اتفرجنا على الفرقه تاني، اطمنا على اللعيبه، اتفرجنا على لعيبتنا، شفنا الدنيا ماشيه ازاي. ولسه هنشوف ممكن يكون في تدعيمات الفتره اللي جايه بعد انتقال وسام ابو علي للدوري الامريكي. فيا ريت لو انت وصلت معايا لغايه هنا وعجبك الفيديو، يعني يا ريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك الجميل في القناه عشان تتابع معانا كل جديد. شكرا، سلام.